الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الوصفة الصينية الجميلة دي، وهي صينية الرول الجلاش بالمكسرات. شايفين شكلها طالع عامل ازاي؟ هشة مقرمشة من بره وطرية وجميلة من جوه، وحاشينها مكسرات او باي حشوه انتوا حابين تعملوها بها ان شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ هوريها لكم كده. شايفين من جوه عامله ازاي؟ عايزين تعرفوا انا عملت الطريقه دي ازاي وطلعت معايا بالنتيجه الجميله دي؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا ان شاء الله. نبدا مع بعض كده، بسم الله. وقبل ما نبدا كده عشان نتعرف على الوصفه بتاعتنا، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهات الجديده ان شاء الله. ونبدا مع بعض، بسم الله. بعد ما طحنت المكسرات بتاعتي وبقت شكلها زي ما انتم شايفين كده، هحطها في طبق اهو، وهحط عليها ايه، هنزل عليها بشويه عسل من اللي انا عاملاه، بعمل بالقطايف اللي هي الشيره. هحط عليها كده شويه من العسل. انا طبعا بعمل كميه من العسل بتاع الكنافه والقطايف ده، بحطه عندي في التلاجة استعمل منه. مش كل مره اجي اعمل قطايف او كنافه او اي وصفه زي دي اعمل عسل، لا، ببقى عاملاه عندي جاهز. والعسل ده كوبايتين سكر، عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه ومعلقتين عسل جلوكوز او معلقتين عسل نحل وعصره ليمونه او نص ليمونه. بسيبهم على النار ربع ساعه. احط كمان شويه، وطبعا عايزينه تقيل عايزينه خفيف، ده راجع لكم انتوا. تسيبوه على النار يتقل لحد ما ايه السمك اللي انتوا عايزينه. هخلطها كده وهسيبها على جنب، وهجيب الجلاش بتاعي ونشوف بقى هنشكل. حضرت الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها رول الجلاش بالمكسرات، وهبتدي ان انا ادهنها سمنه. انا سيحت شويه سمنه على النار في المقلايه كده، وجبتهم دافيين ما يكونوا سخنين قوي. وجبت صينيه اللي انتوا عايزين تعملوها، ده الصينيه دي حجم الصينيه، والكميه اللي هتعملوها دي اختياري. صينيه كبيره صينيه صغيره زي ما انتوا عايزين. هدهن الصينيه دهنه حلوه كده قوي بالسمنه السايحه بتاعتي، وهسيبها على جنب، وهبتدي اجيب الجلاش اللي انا هشتغل بيه اهو. والمكسرات طبعا اللي انا جهزتها هحطها برضو كده عشان اشتغل بيها. وهبتدي كده بسم الله اشوف هنعمل ايه. الصينيه بتاعتي اهي بعد ما خلصتها كلها، شايفين شكلها جميل ازاي؟ كلها ملفوفه اهي، والصينيه كلها خلصت. وانا احتجت شويه مكسرات كمان، كان عندي شويه سوداني وحاجات كده من بتاعه القطايف كملتها بيها. هبتدي كده ادهن بقى الوش ده كله سمنه. صح انا يعني دهناها، بس نزود كده شويه سمنه على الوش عشان تطلع مورقه كده وحلوه. وقبل ما ادخلها الفرن هبتدي ان انا اقطعها. الحلويات الرمضانيه دي بتبقى محتاجه، يعني بتبقى صحيح دسمه قوي وبتاخد سمنه كتير زي ما انتم شايفين كده، فاحنا نحاول يعني اللي بيتعب من الحاجات دي ما يكترش. طبعا الاكل ده اذواق، ومش مهم ان احنا ناكل كميه، يعني ممكن ناكل حته صغيره ونرضي نفسنا ونشبع وكل حاجه وما نتعبش صحتنا. انا خلصت كده بقى كل الصينيه، هبتدي ان انا اقطعها بقى معاكم كده. هقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، عشان طبعا لما تطلع من الفرن تبقى متقطعه جاهزه. ونطلعها بس هنسقيها بقى بالعسل وتبقى خلصت على كده.